كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى. وقوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. وقوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقوله تعالى: قل تعالوا واتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا واتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار. قال: يا معاذ، وتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله أن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. أخرجاه ولهما في حديث عتبان رضي الله عنه قال: فإن الله حرم النار على من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا قال: موسى: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: يا رب كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع عامرهن غير والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم صححه وللترمذي وغيره وللترمذي وحسن. عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله